بلال، ما رأيك اليوم أن ندردش حول عيد الفطر؟ ما رأيك؟ جيد، ندردش ونقرقش. نقرقش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. بداية نبارك لجميع الأهل والأحباب هذا العيد، عيد الفطر، فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد فرح وعيد تسامح وعيد محبة، وأن يجعل رمضان مبارك عتق فيه الله عز وجل رقابنا من النار ورحمنا فيه وغفر ذنوبنا. آمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله. بلال، ما رأيك اليوم أن ندردش حول عيد الفطر؟ ما رأيك؟ جيد، ندردش ونقرقش. نقرقش. اللي خاصنا نعرف هو بلال أن يوم عيد الفطر هو أحد الأيام اللي خاصنا نحرصوا فيها على إدخال السعادة على قلوب الأحبة ديالنا، إخوان ديالنا، أبنائنا، خوتنا إلى غير ذلك. والإنسان بالطبع ديالو يميل إلى الفرح، وهذه فرحة ما بعدها فرحة، فرحة إتمام شهر رمضان واستقبال أول أيام شوال. الاستقبال يكون بالفرح، بالسعادة، بإدخال الفرح على قلوب الآخرين. والعيد، هل تعلم لماذا سمي العيد عيدا؟ عندك شي فكرة ولا والو؟ شنو هو؟ تفضل. الناس في العيد يخرجون الفرحة ويعيدون. أياه، سمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود على المسلمين في كل عام بالبهجة والسرور. فالعيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود دائما، يعود ويرجع، يعود على المسلمين في كل عام بالبهجة والسرور. ولكن يستطيع أن يكون يمر العيد عند رجل واحد، وفقط عيد واحد يكون عنده، هو يعود عند المؤمنين أجمعين. لذلك فعندما نقول كلمة عيد فيعني أن الأمل بعودة هذا اليوم السعيد يكون موجود، هذه السعادة هذه. خاصك تعرف بلال على أن المسلمين عندهم جوج ديال الأعياد. شنو هما؟ عيد الفطر وعيد الأضحى الذي يذبح فيه الحول. صحيح. مسألة أخرى بلال خاصنا نعرفوها أصلا، أن أيضا في هذه المرحلة ديال العيد أن الإنسان خاصو يكبر، كما سمعتي في الآية اللي قلنا قبيل قليل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني هذه المرحلة اللي احنا فيها، بمجرد ما كنشوفوا الهلال ديال شهر شوال فخاصنا نكبروا الله. وهذه من السنن اللي تقريبا الناس ما بقاوش كيعطيوها أهمية كبيرة، أغلب الناس ما بقاوش كيعطيوها أهمية كبيرة. بمجرد ما كنشوفوا الهلال ديال شهر شوال كنبداو نكبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كنبقاو نكبروا حتى المرحلة اللي فيها صلاة العيد. واضح؟ ولكن لا ننام.
ويجي الوقت ديال النوم غادي ننسو، ولكن ما حد الإنسان ها هو فيق كيذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفتر لسانه عن هذا الذكر، لأن هذا هو الهدي والسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأشياء اللي خاص الناس يديروا هي أنهم يتهادوا، يعطيوا الهدايا لبعضياتهم ويتبادلوا الهدايا، وكما قيل تهادوا تحابوا، لأن الهدية فاش كنعطيوها للآخرين كنعبروا على الفرح ديالنا، كنعبروا على السعادة ديالنا، كنعبروا للطرف الآخر على أننا كنبغيه وكنحبوه وكنقدروه. فإدخال السعادة في قلب الآخر في الحقيقة هي إدخال السعادة للقلوب ديالنا. فاش كنعطيك شي هدية أنت، فقبل أن أسعدك أنت أنا أسعد نفسي، فهمتيني؟ يعني وحصة الصدقة فاش كنتصدقوا كنتصدقوش على الآخرين لإسعاده، حنا كنتصدقوا أولا ابتغاء مرضات الله، ثانيا باش ندخلوا السعادة لقلوبنا، لأن حنا اللي رابحين ماشي الشخص الآخر اللي رابح. وإن كان في ظاهر الأمر هذاك الشخص اللي كنعطيه كنقولوا حنا بغينا نعاونوه، حنا كنعاونوا ريوسنا، لأننا أحوج من ذاك الشخص ديك الصدقة، أنا أحوج إلى رضا الله عز وجل ورضا الله. صحيح 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 صحيح. إذا قلنا أن في هذا اليوم ديال العيد خاصنا نعطي واحد المساحة كبيرة للفرح، مساحة كبيرة للمرح والتسلية واللعب، ماشي كما كيديروا بعض الناس حتى كيجي النهار ديال العيد والنهار ديال الفرح وديال السعادة عاد يبداو يتذكروا المآسي ويتذكروا الأحزان ويتذكروا الموت. فكتكون ماشي من الحكمة على أننا نتذكروا الموت والحزن والقلق وهذه المشاكل كلها نتذكرهم في يوم اللي الله عز وجل شرع لنا فيه الفرح وشرع لنا فيه السرور وشرع لنا فيه أننا ندخلوا الفرح لبعضياتنا. فالحكمة هي أن تضع الشيء في نصابه، ومن الحكمة أن نضع الفرح في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم عيد ويوم سعادة ويوم محبة ويوم إظهار الابتسامة على وجوهنا وعلى وجوه الآخرين. بابا بغيت نسألك واحد السؤال. تفضل. هل في يوم العيد واش كيكونوا الشياطين باقي مسجونين ولا كيكونوا ضالقين؟ وهو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تصفد في شهر رمضان، بمعنى ما يكبر رمضان غيبدا الشياطين دير العمل ديالها. ولكن اللي خاصنا نعرفوا أن واش نهار العيد صافي راه نهار العيد تبدأ عملها المعتاد، ولكن ماشي هذا هو الإشكال اللي خاص يكون عند المسلم، واش غادي تبدا الشياطين ولا ما تبداش. الإشكال اللي خاص يكون عندنا حنايا كمسلمين أن واش هذا الشهر ديال رمضان أثر فينا ولا ما أثرش، واش ديك الطاعة داك الصيام والقيام والبر قراءة القرآن أثر فينا ولا ما أثرش. لأن لا أثر فينا فغندخلوا نستقبلوا شوال ونستقبلوا السنة كلها بواحد النفس جديد، بواحد الأخلاق جديدة، بواحد الروحانيات جديدة. فخاص الإنسان يخرج من رمضان ويخرج هو متزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خاص يكون عندنا واحد الزاد اللي قوي اللي نخدموا به على طول رمضان، أو بمعنى تفضل محلية قداش سايجي رمضان اتعاد عاوتاني تزودوا. نعم. ونكمل نعم. أو بمعنى آخر هذا رمضان هو بحال واحد الفاكسان، واحد الحقنة كنتحقنوا باش نكملوا السنة ديالنا وحنا عندنا داك الفاكسان، عندنا دوك المضادات ديال الأجسام وعندنا المناعة قوية باش نتصداو لجميع الأمور اللي غتعرضنا في الطريق، منها النفس ديالنا، منها الوساوس الشيطان، منها داك الشغب اللي كنديرو في المدرسة وهذا. فالإنسان كيخرج من رمضان وهو كيخرج بقوة باش يستعد. صافي. وانت عارف لأن غدا إن شاء الله في صلاة كاينة صلاة العيد، خاصنا نمشيو أول حاجة نغتسلوا، نتعطروا، نلبسوا ملابس جديدة، ونمشيو بكري للمسجد باش نصليو صلاة العيد ونتلاقاو الناس ونتسالموا معاهم ونظهروا البهجة والفرح في الوجوه ديالنا وفي وجوه الآخرين. فلاشاش خاصنا ننسوا بكري باش نفيقوا بكري نصليو الفجر ونمشيو لصلاة العيد إن شاء الله. ولكن صلاة العيد ماشي مع الفجر، وخاصنا ننسوا بكري باش نصليو صلاة الفجر ونمشيو مع السابعة كما قال قبيله المأموم
السابعة. دونك خاصنا ننعسو ونرتاحو باش نوضو بكري ونتوجهو للمصلى باش نصليو صلاة العيد. وانت عارف قبل هاد الشي كيما ناقشنا المرة اللي فات أن في صلاة قبل العيد خاصنا نخرجو الزكاة ديال الفطر ياك. وقلنا المرة اللي فات أن زكاة الفطر كتخرج على كل فرد من الأسرة الكبير والصغير. وعلاش شرع الله عز وجل؟ شرعها باش يطهر الصائم وغير الصائم من دوك الرفات ومن داك اللغو ومن داك الآثام اللي كان كيدير في رمضان، فكأنها كتزيد كتزكي الشهر ديال الصيام، الشهر ديال رمضان. تفضل. وهذيك الصلاة وهذيك الزكاة نعم. ملي كتخرج الله كيحيد بها الذنوب. الذنوب في رمضان إذا كنت صايم كان يجي واحد ويطهر معاه صحيح ودير الله كيكفر عليك هذوك السيئات ديالك بهذيك الزكاة. صحيح. واحد السؤال طرحته لك أول البارح، شنو هي الحاجة اللي أثرت فيك في رمضان؟ أثرت فيا واحد الحاجة بأنني نختم القرآن في هذا رمضان قراءة وأعيد ختمه، ولكنني لن أستسلم حتى أختمه كما يجب. يعني ختمتي القرآن في هذا رمضان قراءة ومازال إن شاء الله باقي غتعاود تزيد تختمه إن شاء الله. مزيان. وكما قلت نطبق الشعار نحيا برمضان، نحيا بالقرآن. اللهم بارك. إذا كما قلت لك المرة اللي فاتت على أن رمضان هو شهر القرآن، ولكن هذا لا يعني أن الشهور الأخرى غنغفلوا فيها على القرآن. فنحن نتزود في هذا الشهر ونتدرب ونتقوى باش الشهور الأخرى إن شاء الله حتى هي تستمر معنا هذه الإيمانيات وهذه الروحانيات، فيستمر معنا القرآن، يستمر معنا القيام، يستمر معنا الأعمال ديال الطاعة والأعمال ديال البر باش الله عز وجل يرضى علينا. تفضل. وما خصناش نكون من هذوك اللي قالوا عليهم الأنبياء يا ربي إنهم تركوا القرآن مهجورا. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صحيح. قوش كيقراوه عمرهم ما يقراوه. صحيح. وانت عارف على أن القرآن الكريم هو كلام الله بطبيعة الحال. أي واحد التزم به فغيكون عليه بركة، وما كاينش شي واحد يقول لك لا ما عنديش الوقت باش نقرا القرآن، لأن اللي كيقول هاد المسألة هذه كيعطي واحد الأعذار واهية. فاش كتسولو واش عندك الوقت للخدمة؟ عندك الوقت للبورطابل؟ عندك الوقت تفرج في الكرة؟ عندك الوقت باش تلعب؟ ايوا كلام الله عز وجل لا راه ما عنديش الوقت، عندي امتحانات، عندي هذا. وكاينه واحد القاعدة مهمة خاص كل واحد يعرفها في الحياة. شنو هي أن القرآن ما زاحم شيئا إلا باركه. وخا عندك القراية وعندك الامتحانات، قرأ القرآن، لأن القرآن زاحم الامتحانات أو الامتحانات زحمت القرآن، كون على يقين القرآن غادي يبارك لك هذيك الامتحانات ويبارك لك هذيك القراية. ما تقولش رانا مشغول، لا راه ما عنديش الوقت، ما عنديش كذا. الوقت كله خاص يكون مخصص لله عز وجل. فهمتيني؟ أن الله أمرك من أجل الوجود ديالك في الكون هو من أجل العبادة. يعني أنت تقرأ القرآن من أجل العبادة وتدرس من أجل العبادة، فما تركش العبادة الأساس اللي هي أولوية الأولويات اللي هي القرآن وتمشي لشي حاجة اللي هي تافهة. وبعض المرات كيقول لك لا رحنا باقيين صغار ماشي مشكل تنكبروا كذا كذا. لو أن صحيح، من الصغر من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالإنسان أكثر بقدر ما كانت عنده هذه المسألة هذه ديال القرآن أو القراءة أو المطالعة أو الرياضة أو أي حاجة فيها الخير من الصغر كيمارسها بشكل يومي، وهذا ولات عنده روتين، فاش كيكبر كيولي شاب كتبقاش لا يستثقلها، ما كتبقاش تجي ثقيلة، تولي تجي عادية. ماشي حتى كيكبر عادة كيبغي مثلا يصلي ولا يقرأ قرآن ولا هذا كيحس بواحد المشقة. فهذا دير بحال لونطرينمون، الانسان ما حدود كيتريني وكيعاود 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 الا كيوصل للكمال. كيقولوا بالانجلي ريبيتيشن ميك بيرفكشن، يعني التكرار يؤدي الى الكمال.
فما بالك إلا كان هذا التكرار من الصغر، وغادي الإنسان وهو كيتطور كيكبر غتولي عنده إن شاء الله واحد المناعة وواحد العزيمة اللي قوية. عندك شي سؤال في آخر هذا البث نختموا به إن شاء الله؟ عندي واحد الكلمة. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وأريد أن أقول أن القرآن علينا أن نحيا به، وليس علينا أن نقول ليس لدي الوقت. لديك الوقت للكرة، لديك الوقت للعب، لديك الوقت لكل شيء إلا القرآن. القرآن اللي الله فرضه لك فيه، وكل حرف ما كنقولوش ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وأختم أن القرآن إذا قريته بحال كيعاونك. مثلا القرآن هو هذاك الكتاب اللي كيعطيوه مثلا شيتي اسبيراتور، كيعطيك واحد الكتاب كتحلو باش كتشوف كتالوج. كتالوج صحيح. داك هو الكتالوج ديال الانسان ديال الحياة ديالو. صحيح. صحيح. ملي كيقراه بحال اللي كيخلق الكتالوج ديالو كيبدا يشوف خاصني نقرا القرآن، لا خاصنيش ندير هادي، خاصنيش نكفر، صحيح. خاصنيش نسلم. ملي كيديرو كياخذ الحسنات. هو شنو قرا غير القرآن. صحيح. جزاك الله خيرا. شكرا على هذه الإضاءة الطيبة التي سنختم بها إن شاء الله هذا البث، فشكرا جزيلا لك. ومرة أخرى نقول للمتابعين الأكارم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسوا أن هذا العيد عيد للفرحة، عيد للتسامح، عيد للمحبة، عيد للتضامن، عيد للإخاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.